اهلا بكم في مطبخ هبة كويزين. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نشارككم طريقة تحضيري لغدائي لنهار اليوم، اللي هو عبارة عن طاجين او مرق بالشوفلور او القرنبيط، وكنت وضعت معاه اللفت العربية اللي هي اللفت المرة، كل واحد كيفاش يسميها، وبالدجاج والبطاطا. راح تشوفوا معايا هذا الطبق الهايل، ومن بعد ما تذوقوا هالطبق ما راحش تولوا تكرهوا الشوفلور على شكل المرق. كما نعرفوا بزاف الناس ما يحبوش القرنبيط على شكل مرق. هادو هما المكونات اللي نحتاجهم باش نحضر الطبق تاعي. عندي اللفت العربيه او اللفت المره، كل واحد وكيفاش يسميها. عندي بطاطا، دجاج وراس شوفلور مع حبه طماطم والبصل. بالنسبة للدجاج ما راحش نخليهم قطع كبيرة، راح نقطعهم إلى قطع متوسطة. هذه هي الخضر بعد ما نقيتها وقطعتها. الشوفلور أو القرنبيط قطعته على شكل ديبوكي أو باقات، اللفت على شكل طولي. البصل كانت عندي حبة كبيرة هو وطماطم، استعملت النصف فقط. هنا في طنجرة وضعت شوية ما يغلي، ولما وصل درجة الغليان وضعت فيه اللفت. راح نخليها تزلق شوية، يعني مدة 3 دقائق أو 4 دقائق فقط. ملاحظة نأكد عليها، اللفت المرة عمرنا ما نحطوها في ماء بارد، لازم الماء يكون مغلي. وفي طنجرة أخرى أكبر حجم وضعت شوية زيت، وبعد ما يسخن الزيت راح نضيف ليه البصل المقطع، ثم راح نضيف ليه قطع الدجاج، وراح نخليهم يتقلوا شوية مع البصل. بعد ما تقلى البصل والدجاج لمدة قصيرة، ضفت لهم الطماطم المحكوكة، وراح نخليها هي أيضا تتقلى معاهم. الفلفل الأحمر أنا هنا ضفتوه على شكل صلصة، تقدروا تعوضوه بالفلفل الأحمر على شكل تابل. وهذه التوابل راح تلقاو لائحة التوابل في صندوق الوصف. ورقتين من الرند أو ورق الغار، وراح نمرق مباشرة بماء ساخن، من الأحسن الماء يكون ساخن. بعد ما وصلت الطنجرة لدرجة الغليان راح نضيف لها هذيك اللفت العربية أو اللفت المرة اللي كنا سلقناها لمدة 3 أو 4 دقائق. ونضيف معها أيضا البطاطا والقرنبيط أو الشوفلور. وهنا راح نتفقد الطنجرة نتاعي، وراح نشوف المرق إذا كان عاقد ولا لا. أنا بطبعي نحب الطاجين يكون المرق تاعو عاقد شوية،
فهنا ذوبت شوية فرينة في ماء ساخن وراني نضيف فيه باش المرق يزيد يعقد. اي واحد راح يشوف هذا الفيديو اكيد راح يقول بلي الطعم تاعو ما راحش يكون بنين بعد فيه اللفت العربيه والشوفلور. كما نعرفوا حنا الشباب او صغار السن ما يحبوش الشوفلور واللفت العربيه، قليل اللي تلقاه يحبهم. تلقى الناس الكبار فقط هما اللي يحبوا الشوفلور واللفت العربيه على شكل مرق. ولكن انا تاني قلت نفس الكلام نهار شفتو اول مره، ولكن بعد ما ذقته غيرت رايي. نتمنى تجربوه وتعطوني رأيكم وتعتمدوه، أكيد راح يعجبكم، راني متأكدة بلي راح يعجبكم. بإذن الله نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفة أخرى. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم، دعمونا بلايك باشتراك وتعليقاتكم المحفزة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.